المرشحة لنهائيات كان 2022 بالكامس. مشاهدينا الكرام، قبل مباراة اليوم التي تجرى غير مساء 6 عادل تعرابط رقم 8 سفيان مرابط في دكة البودرة، بالمقابل منتخب افريقيا الوسطى جوفروا لومبيت في حراسة المرمى. ونحن نتابع الكرة لياميسي رقم 12 سانفور ديمو كوين رقم 14 واحد كذلك من الاسماء المتميزة يحمل رقم 23. بينما لدينا كرة فرصة ايمن في المباراة الذهاب التي انتهت 4-1 وكان اول انتصار لأوزاتيا الشان في شهر يناير. والمنتخب المغربي للمحليين الذي يقوده الحساتي طبعا افكار التي تروج في مفكرة المدرب وحيد خليل التنشيط الهجومي ثم اشرف حكيمي على الجهه اليمنى، ولو ان اشرف حكيمي وخلفه الحكيم زياش وراس الحربه اللي يتحرك كثيرا. النصيري دائما طلب الكره حاضر والتحرك عبر الاطراف كذلك حاضر. شوط ثاني ممتاز يتعلق الامر بايمن برقوق الذي صنع هدفا لما تناج. والمنتخب المغربي يتحصل على ضربة حرة كالعادة صاحب الاختصاص حكيمي. هذه الحركة ممكن تكلفك ورقة صفراء ممكن ورقة حمراء. اللاعب حكيمي الحكيمان حاضرا خلف هذه كرة لعادة مرة أخرى. هنا اعتقد لاعبو منتخب افريقيا الوسطى بأن زي السيادة ديال الكرة لازم المساندة. هنا يفضل العودة للخلف سفيان مرابط. نتمنى أن الأداء يكون اليوم أفضل بكثير من الأداء اللي شفناه في التأهل لنهائية كأس الأمم الأفريقية. تمشي الكرة هناك على الجهة اليسرى. المنتخب اللي كان عنده الشجاعة وكان عنده الجرأة وكان عنده الاندفاع في بعض اللحظات والفوطة. إذا فوكسي يسعى لتنفيذ هذه الضربة. رجل كرة مرفوعة وياسين بيودو بسهولة رائعة. فضل اللاعب لحكيم زياش ولم تمر هذه الكرة. زياش كورتو سليمان. شوف الزحمة الكبيرة هنا في وسط الميدان، الكثافة العددية التي يخلقها عناصر. تلعب هذه الضربة الحرة المتابعة براسية ونايف أكرد ماذا يفعل. الذي يربح لا يتغير وتقريبا بنسبة مئوية تكاد تفوق 80. اللاعب النصير المزراوي ثم نايف أكرد مكان زوير فضال. طمر برقوق حتى مباشرة لحكيمي العرضية حكيمي ولكن التأطير بعصام شباك. يلعب الكرة لزياش وزياش بعيدة تماما من هذه الوضعية بالذات، ولكن هذا لا يمنع من القول بأن زياش فعلا حط كرة رائعة جدا بينية في اتجاه اللاعب حكيمي. ميناس هل يتأثر اليوم منتخب افريقيا الوسطى؟ كرة تمشي لك في دولة بقرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. كرة امامية لمن اضغط يوسف ترجع الكرة للخلف مباشرة للومبيت. الماضي يتكتل في الخلف ويخلي الكرة ويخلي اللعب لعناصر المنتخب المغربي زياش. ولو ان افريقيا الوسطى طبعا من المنتخبات التي تجيد غلق المساحات لا زالت مغربية. هنا الكونترول رائع ويوسف نصيري يحضر للتسديد جدا امام اللاعب مع فوطه يا وحيد يا خليلوزيتش. حتى الان كتقييم للمستوى كبيرة جدا لو تقارن بين تشكيل المنتخب المغربي الحالي والتشكيل اللي كان مع بونو. لا زالت صعبة ياسين برافو. هذه مخاطرة كبيرة من المنتخب المغربي لأنه مع سعادة تنفيذ هذه الركنية. في القائم الأول يوسف نصيري يطرى فوكسي يرفع القائم الثاني برافو سيس. يتمنى السلام من بعضك يحاول لكن يغطي. أنا أكرد نفس الشيء وبالتالي أنت تخلي مسافة كبيرة بينك وبين. ممكن يستغل هذه الثغرة. تمشي كرة أمامية سيس في نهاية المطاف اليوم كظهير أيسر ولكن يتحول لمدافع أوسط. بعيدة هذه الكرة بعيدة. هنا التغطية مباشرة خاطئة. فرصة الآن لعناصر المنتخب المغربي بعد مرور 20 دقيقة على صعود ثلاثي الدفاع. هنا مرفوع الكرة مرة جاية القائمة الثانية عالية جدا وسامي مايي ولا زالت الفرصة. دافعون من يتألقون. سامي مايا حتى بالراس والمتابعة الراسية بقائم الحظ كاد يفعل ويسجل. كرة في وسط الميدان حرة أمامية لمن متابعة بالراس من سامي مايي. ما يشهد التغيير على مستوى الإدارة الفنية بمجيء وبعودة تشيزاري. المنتخب المغربي يلعب بثلاثة في المحور مع سيس وأكرد وكذلك مع نايف أكرد. استخلاص هذه الكرة نايف يتركها مباشرة إلى وهذا مكسب كبير بالنسبة للكرة المغربية أن نشاهد حارس مرمى من قيمة ياسين كما يفعل ياسين حاليا ويتألق مع نادي إشبيلية. سفيان مرو الدفاع يتدخل
لويس هنا في الابعاد في وضعيه تسلل. دونالد يتم استرجاعه بسرعه. تعربت ضيع الموسم الماضي والموسم الحالي بالنسبه للاعبين في انديتهم كذا. كيف ستكون الحاله البدنيه بالنسبه للاعبين خاصه في الشوط الثاني؟ الحارس يحافظ على نفس الاسلوب اللي شفناه في المباراه الماضيه. لا الكره اكثر بين اقدام لاعبي المنتخب المغربي، هو يبقى في الخلف ويتربص الحرة عن طريق اللاعب حكيم زياش. سوء تفاهم، لا يترك كل المجال لأن يفعل ذلك، ولو أن المنتخب المغربي رتمه يفتح لك جبهات ويفتح لك مساحات انطلاقة الجهة اليسرى. ممتاز، حكيم يلحق حاليا مع نادي الانترناسيونالي ميلان، ولو أن النتائج تبقى متذبذبة في استلامة ديال الكرة. ما هو الحل يا وحيد يا خليلوزيتش امام منتخب هجماته كما ينبغي من وسط الميدان مع تعربت ومع مرابط وحكيم زي مراقبه لصيقه من طرف توني محور الدفاع. ذلك هذا التباعد شويه بين العود والمسانده والامداد. كره في وسط الميدان، تعربت للخلف زياش ممتاز هذه في العمق يا حكيمي من تعربت. رغم ان التوظيف اليوم مع وحيد خليلوزيتش، ولكن في نهايه الامر لما انت تجدد المنتخب بنسبة مئوية الانتصارات المهم تحضر بالنسبة للمنتخب المغربي. وطبعا أمر بحكيم زياش. إذا حكيم زياش يرفع هذه الكرة جول. يا سلام على روعة اللمسة منك يا زياش. حكيم نعم كان حكيما في اللقطة الماضية. يا سلام، الإعادة مرة أخرى باليسرى الساحرة. نعم باليسرى الساحرة المساحات، فالحل سيكون الكرات الثابتة كما فعل اللاعب زياش.